أكيد روماركيتي شي نهار باللي كاين أشخاص كي يدخلوا لأي مجمع تحسيهم واثقين من نفوسهم وأقوياء، حضورهم طاغي، ما همش بالضرورة أجمل منك ولا أغنى منك، بصح كاينة حاجة في الحضور تاعهم تخلي قاع الناس تحترمهم بالسيف، حاجة ما تتشافش بالعين بصح تتحس وبقوة. وانتي ربما راكي تسقسي في روحك، علاش مش واثقة في نفسي؟ علاش دايما نبان ضعيفة وما عنديش حضور؟ الحقيقة اللي لازم تعرفيها هي أنك راكي تديري في أفعال كل يوم هي اللي تنحي منك هيبتك وتدمر ثقتك ببطء بلا ما تحسي. راكي تبحثي في إشارات غير واعية للناس باللي أنا ما نستحقش الاحترام، واليوم جيت باش نوريلك الأخطاء اللي راكي تديريهم وكيفاش ترجعي ثقتك بنفسك. فكملي معايا للأخير. أول خطأ يدمر ثقتك بنفسك هو أنك تعيشي حياتك تستني في الضوء الأخضر من عند الناس. شوفي روحك مليح، شحال من مرة جيتي راح تهدري هدرة بصح سكتي وبلعتيها غير لأنك شفتي باللي قاع اللي قاعدين ما همش راح يوافقوك. شحال من مرة ضحكتي على تمسخيرة صامتة ولا تنمر جرحك غير باش ما تبانيش ثقيلة ولا خارجة على الجماعة. شحال من مرة بدلتي رايك في ثانية غير لأنه شخص واحد برك خزر فيك خزرة عوش راكي تخرطي. فنهار تولي قيمتك مربوطة بكلمة شابة ولا موافقة من عند البراني راكي جرحتي نفسك وزعزعتي ثقتك بيها. فإذا كنتي تستناي الناس تصفق لك باش تحسي بقيمتك فراكي غالطة بزاف. فمهما كنتي مثالية الناس دايما تبحث لك على الأخطاء ومتقيمش عطائك مهما قدمتي. الناس تحترم المرأة اللي عندها شخصية وراي، اللي كي تدير حاجة راهي مقتنعة بيها حتى ولو قاع الناس ضدها، وما تستناش الناس يقولوا لها برافو، هي تعرف باللي وش راهي تدير صحيح وتمشي فيه وهي واثقة. فخلي عندك كلمة وراي، واللي ما عجبوش رايك يخبط راسه على الحيط. الخطأ الثاني اللي يخليك تباني ضعيفة وانتي تحسبي في روحك قوية هو انك تهضري بزاف على روحك. شوفي يا اختي، كاين بنات يحسبوا باللي كي يبداو يحكوا على انجازاتهم، شحال قراو وشحال شراو وش داروا في حياتهم، باللي هكا راهم يبهروا في الناس. بصح الحقيقة المرة هي انه كثرة الكلام على روحك تقلل من قيمتك وتبين نيتك باللي راكي تحوسي تبيني روحك فور. فنهار تبداي تحاولي تقنعي الناس باللي انتي ناجحة ولا انتي قافزة ولا انتي بنت فلان وفلان، راكي تبحثي في رسالة غير مباشرة باللي انتي في حالة دفاع. فراح يحسوا باللي راكي تحاولي تقنعي روحك قبل ما تقنعيهم هما، وباللي ما عندكش ثقة بنفسك. فالمرأة اللي تكون واثقة من نفسها ما تحتاج ترفد الميكرو وتقول للناس شوفوني أنا شعل وعرة. حضورها وحده يخلي الناس تحس بالكاريزما تاعها وثقتها العالية بنفسها. في الصمت تاعها فيه هيبة وكلامها ميزان. فدايما تفكري باللي الشخصية الواثقة هي اللي تسمع بزاف وتهدر قليل. علاش؟ لأنك كي تهدري بزاف على روحك راكي تعري في أوراقك، راكي توري للناس نقاط ضعفك ومخاوفك والحاجات اللي تفرحك وتوجعك، راكي تمدي لهم في السلاح اللي راح يحاربوك بيه مرة واحدة أخرى. فخليك غامضة، ما تحكيش كاع حكاياتك لأي واحد يقعد معك 5 دقايق. الهيبة تسكن في المسافة اللي تخليها بينك وبين الناس. تعلمي تهضري بوضوح وبأقل عدد من الكلمات، وخلي إنجازاتك هي اللي تبهر الناس مش لسانك. الخطأ الثالث هو الخوف من المواجهة. تخافي أنك تواجهي. كوني صريحة، شحال من مرة ديباساو معك الحدود، رمولك هدرة ووجعك، تمسخروا بيك وسط الجماعة وانتي وش درتي؟ تبسمتي هذيك التبسيمة الصفرة وسكتي، ولا هبطتي راسك ودرتي روحك ما سمحتيش. يحسب لك باللي هكا راح يقولوا عاقلة ومربية، راكي غالطة ولا راكي تتجنبي في المشاكل. الحقيقة المرة هي أنك راكي تدمري في ثقتك بنفسك. كل مرة تسكتي فيها على حقك راكي تبحثي ميساج لعقلك الباطن تقولي له أنا ضعيفة، أنا ما نقدرش نحامي على روحي. فاسمعيني مليح، المواجهة مشي معناها تولي قبيحة ولا الدابسي. المواجهة هي تتعلمي فن رسم الحدود. أنك تواجهي هي نهار واحد يغلط معاك تخزري فيه خزرة واحدة وتقولي له بكل ثقة وثبات هذا الهدرة ما عجبتنيش وما نزيدش نحب نسمعها.
فالناس راح تحترمك نهار يكون عندك حدود واضحة ما تسمحي لحتى واحد يتجاوزها. فنهار تخافي تواجهي راكي توصلي للناس اللي حولك باللي عفسوا كيما تحبوا، الطريق مفتوحة. بصح نهار تهضري على روحك وتوقفي في وجه أي تجاوزات، ثم وين تقوى شخصيتك وتزيد ثقتك في نفسك وهيبتك في وسط الناس. الخطأ الرابع هو كثرة الاعتذار. هذا الخطأ راه يذوب الهيبة تاعك كيما يذوب السكر في القهوة، وهو أنك تعتذري على كل حاجة وعلى أي حاجة وعلى أي موقف. شوفي روحك يا أختي، تعتذري لأنك أعطيتي رايك في حاجة ما عجباتكش، تعتذري لأنك مرفتيش تليفون في دقيقته باسكو كنتي راقدة ولا مشغولة، وتلحق بيك وين تعتذري حتى كي واحد يغلط فيك وانتي تقولي له اسمح لي بالك أنا اللي ما فهمتش قصدك. علاش هذا الاعتذارات كامل؟ فسمعيني مليح، الاعتذار يكون فقط نهار تغلطي صح، هذيك هي الفحولية وقوة الشخصية. بصح الاعتذار على أنه تمدي وقت لروحك ولا تمدي رايك في شيء ولا حتى في إساءة وجهت ليك، هذا دليل باللي راكي خايفة من الرفض، راكي تحاولي ترضي الغاشي باش ما ينسحفوش عليك. فنهار تولي كلمة تسمح لي ديما في لسانك، راكي توصلي للناس بلا ما تحسي أنا راني عبء كبير، راني حاسة روحي قليلة وبزاف عليا نكون في وسطكم. والناس كي يشوفوك حاطة روحك في هذيك المرتبة راح يحطوك فيها ويزيدوا يحتقروك أكثر. فالأنثى قوية الشخصية ما تحتذرش لأنها كانت مشغولة ولا لأنها عبرت على وش كاين في قلبها. فتفكري دايما باللي الاعتذار الزايد ينقص من قيمتك، فخلي اعتذارك يكون في الوقت اللي يستاهله ونهار تغلطي صح. في نفا يا أختي، الثقة بالنفس ما راهيش تظهر، هي قرار تاخذيه كل يوم. نهار تعتزي بروحك وترسمي حدودك، عالم كامل راح يقرالك 1000 حساب. فدايما تفكري انتي اللي تعلمي الناس كيفاش يعاملوك، إذا حطيتي روحك ملكة راح يعاملوك كملكة، وإذا استبحتي قيمتك ما تلومي حتى واحد. فحبسي الأخطاء اللي تهدم ثقتك بنفسك وابني ثقتك من جديد. إذا وصلتي لهذا الدقيقة من الفيديو معناها راكي مستعدة للتغيير. ما تنسيش تخلي لي جيم وكومنتير، وسلام.